أسعد الله مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كما عودناكم بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يجري المقابلة الأخيرة. الإريتريون في قطر والسعودية ومصر يحتفلون ب8 من مارس. أعضاء جمعية سيارات الأجرة يتورعون بالدم. المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تؤجل الاستفتاء على الدستور. قتلى وجرحى في انفجار داخل مركز ثقافي في شمال أفغانستان. جولة سابعة من الاحتجاجات في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد. استكمالا للمقابلات التي بدأت في 12 من فبراير في مصوع مع وسائل الإعلام المحلية، أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء اليوم الجزء الرابع والأخير من المقابلة التي تمحورت حول القضايا المحلية. تناول الرئيس إسياس أفورقي في الأجزاء الثلاث من المقابلة القضايا الإقليمية والعالمية وبرامج التنمية الممنوحة الأولوية عام 2023. وقدم في المقابلة الرابعة مساء اليوم توضيحا حول جهود توفير الطاقة للتنمية الزراعية والصناعة والخدمات المنزلية ونتائجها، وبرامج تشجيع استثمار المواطنين والاستثمار الخارجي، وبرامج التنمية الموضوعة لتنفيذها بمشاركة الشعب عامة وقوات الدفاع. وحول الطاقة أفاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي أن تأمين الطاقة من الأولويات الهامة للانتقال من الاقتصاد المعيشي إلى الاقتصاد الصناعي ورفع قدرات التصنيع، موضحا أن خارطة الطريق التي تتبعها الحكومة حاليا تستهدف رفع قدرة التوليد من 120 ميجاوات إلى 360 ميجاوات ليشمل الإنتاج الشمسي والرياحي والمائي والبخاري. وأشار إلى العمل الجاري بوضع خطة لشبكة وطنية تضم 12 شبكة لبرامج التنمية وإمكانية توليد الطاقة، ويرتبط مع 3 مناطق اقتصادية، موضحا أن تنمية القدرات البشرية من المهام المستقبلية المترابطة. وفيما يتعلق بجذب استثمار المواطنين، أوضح فخامة الرئيس أن الحكومة في بداية الاستغلال وإيمانا منها بأن استثمار المواطنين والمشاركة الواسعة للشعب أساس الاقتصاد والنماء، وضع سياسة تشجع الانتقال المصانع المؤممة والمؤسسات والمنازل إلى القطاع الخاص. ورغم كل التحديات فإن هذه السياسة لم تتغير الآن أيضا، مشيرا إلى أن التجربة السابقة لم تكن حسب الرغبات، وتم وضع خارطة طريق لمساهمة فاعلة لاستثمار المواطنين، وستتخذ بشأنه مبادرة جديدة. وأوضح فخامته الفرص الاستثمارية الزراعية والثروة الحيوانية والبحرية والسياحة والمواصلات والاتصالات الواسعة، مشيرا إلى القيام بأعمال متسارعة قوية تتماشى مع الإرادة والمتطلبات، ورسم خريطة طريق آنية مدروسة جيدا تسهم في رفع الوعي بإجراء توعيات مكثفة واضعة في الاعتبار الأسر والمزارعين والرعاة. وأفاد فخامة الرئيس أن الاستثمار الجاري يعد جزءا من استثمار المواطنين، قائلا أنه يجب اختيار الاستثمار من كافة مناطق العالم كأمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشددا على ضرورة تأمين المصالح العامة ومساهمة ملموسة في نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل واسعة تسهم في مواكبة التكنولوجيا. ويتميز ذلك بثمن مضاعف ويؤمن المصالح العامة ولا يستقل الطاقة العضلية وإجحاف المواد الخام. في الختام، أوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي بأنه آن الأوان للتعهد من أجل التنمية بالقدرات الجماعية من أجل حصول قوات الدفاع الإريترية الباسلة الدفء تحت حضن شعبها الأبي، بالإضافة إلى الشعب في الداخل والمهجر، بالنظر إلى مساهمته الوطنية المقدرة ووفائه الوطني. احتفل الإريتريون في الدوحة القطرية وجدة بالمملكة العربية السعودية والقاهرة المصرية ب8 من مارس اليوم العالمي للمرأة،
وقال سعادة السفير علي إبراهيم في الحفل الذي نظمه فرع المرأة في المركز الوطني الثقافي بالدوحة أن المرحلة التي ولجنا إليها تعزز الاحتفال بالثامن من مارس، مشيرا إلى المرأة الإريترية أكدت المساواة إبان الكفاح المسلح بمشاركتها الفعالة بالعمل، وعززتها بالثقة الكبيرة على ثباتها، بينما تبلور ذلك أكثر خلال 30 عاما الماضية بصورة كبيرة. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة قدي محرتاب أن المرأة الإريترية أكدت حقوقها باستشهادها، ويجب خلق فرص واسعة لتوريث القيم إلى الأجيال المتعاقبة. وحفلت المناسبة بالفقرات والبرامج الثقافية، فيما تميز الحفل الذي أقيم في 9 من مارس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ببرامج عكست نضال المرأة الإريترية والإشادة بها، نظمه طلاب المدرسة الإريترية العالمية وأعضاء المرأة. وقالت رئيسة فرع المرأة السيدة نورة حاج علي أن الاحتفال بالثامن من مارس يجري في مرحلة تاريخية هامة، ويجب القيام بأعمال مضاعفة لبلوغ الهدف المنشود الذي دفع من أجله الغالي والنفيس. في غضون ذلك ألقى سفير إريتريا في مصر السيد فاسيل قبر سلاسي كلمة بمناسبة الثامن من مارس مجد فيها دور المرأة الإريترية في كافة المراحل والمجالات، فيما قدمت رئيسة فرع المرأة في القاهرة السيدة كلثوم آدم كلمة باسم الفرع. تبرع أعضاء جمعية سيارات الأجرة ب80 كيس دم يوم 11 من مارس، وانطلقت سيارات الأجرة في مسيرة من الساحة الفاتح من سبتمبر حاملة شعارات التوعية بأهمية التبرع الطوعي للدم وصولا إلى مقر بنك الدم. وأوضح رئيس الجمعية السيد يتبارخ هيلة أن أعضاء الجمعية يتبرعون بالدم 4 مرات في السنة على مستوى الجمعية. وأوضحت المستشارة في بنك الدم الممرضة سنايت ولد يوهنس أن التبرع بالدم إلى جانب مساهمته لإنقاذ الحياة له فوائد صحية جمة، مشيدة بالمبادرة الجماعية لجمعية سيارات الأجرة. وأعرب المتبرعون بالدم عن سعادتهم لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح. دعا فرع الصحة في الإقليم الجنوبي المجتمع لتعزيز دوره، خاصة أصحاب المرافق الخدمية، بهدف مكافحة الأمراض المعدية الناجمة عن نقص النظافة. وأوضح مسؤول وحدة الصحة البيئية السيد كيداني مسفن أن الجهود الجارية منذ عام 2010 بالتنسيق بين فرع الصحة والإدارة أثمرت عن تنفيذ 96% من قرى الإقليم الجنوبي برنامج الإصحاح البيئي الأهلي، مشيرا إلى أهمية دور القرى الواعية لتأمين بيئة نظيفة وآمنة. وقال فيما يتعلق بنظافة المرافق الخدمية، أفاد السيد كيداني عن إجراء دوريات مراقبة بالتنسيق مع البلديات في الفنادق والمطاعم والحانات ومحلات الإفطار والمتاجر، وتم إبلاغ 12% من أصل 14,000 مؤسسة خلال عام 2022 لتجري تحسينات على خدماتها. في الختام دعا السيد كيداني للتخلص من المواد المنتهية الصلاحية في أوانها. شهدت مديرية قلوش تطورا ملموسا في نمو مستوى الطلاب خلال العام الدراسي الماضي، إلا أنه يجب اتخاذ خطوات جادة تسهم في رفع مشاركة الطالبات وإحداث تغيير نوعي في كافة المراحل التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله محمود أن العام الدراسي 2022-2023 شهد ارتفاع مشاركة الطلاب في رياض الأطفال بنسبة 16% و5% في المرحلة الابتدائية، ونسبة 12% في المتوسطة و17% في الثانوية. وذكر أن الانشغال بأنشطة الزراعة والتجارة تعد من أهم المشاكل المؤدية إلى رسوب الطلاب، ويجب اتخاذ خطوات جادة لتحسين ذلك. ودعا مدير المديرية السيد داس سيزر ميكائيل لضرورة العمل المنسق من أجل إعادة الطلاب المبتعدين عن مقاعد الدراسة، لا سيما في تعزيز مساهمة المرأة والحد من العادات الضارة بالمرأة. يقوم سكان ضاحية كشعت بصيانة الطريق المؤدي إلى الضاحية المتفرع من طريق صنعاء في صرحة البالغ طوله حوالي 10 كيلومترات. وأفاد المشرفون على العمل لأن الطريق يتم توسعته، مؤكدين على أهمية الصيانة في الحياة اليومية للسكان وتطور المنطقة.
وأشاد مدير ضاحية كشعة السيد صالح محمد المشاركة القوية للمواطنين في أعمال الصيانة. تضم ضاحية كشعة 7 قرى وتبعد عن سنعافية مسافة حوالي 16 كيلومتر. السادة والسيدات إلى فاصل وثم نلقاكم بالأنباء العالمية. في بيان رسمي أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجرائه في 19 من مارس، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها التزاماتها المرتبطة بعودة المدنيين إلى السلطة في عام 2024. تضمن بيان تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا أمام الصحفيين أن موعد الاستفتاء المقرر سابقا سيتم تأجيله من دون أن يحدد موعدا جديدا، ولم يكن تأجيل هذا الاستفتاء موضع شك منذ فترة طويلة، لكن إضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة جاء قبل 9 أيام من موعده من جانب العسكريين الذين استولوا في عام 2020 على السلطة في البلد الذي يواجه جماعات جهادية ومنذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأوجه. وقع انفجار داخل مركز ثقافي في مدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ شمال أفغانستان، ما أدى بحسب الأنباء الأولية إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. وأكدت شرطة ولاية بلخ في بيان مقتضب وقوع الانفجار داخل مركز تبيان الثقافي في المدينة دون ذكر تفاصيل عن الحادث أو الضحايا. يأتي الانفجار بعد يومين من هجوم انتحاري لتنظيم داعش داخل مقر حاكم الإقليم، وما أدى إلى مقتل الحاكم وهو القيادي البارز في طالبان المولوي محمود داود مزمل و2 آخرين. تبنى تنظيم داعش ذلك الانفجار في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الأخير. في جولة سابعة من الاحتجاجات خرج المتظاهرون إلى باريس بحشد من النقابات العمالية في فرنسا ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، فيما تأمل الحكومة أن يتم تبني التعديل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ بعد مسار برلماني مضطرب. وقالت مصادر في الشرطة أنها تتوقع مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في أنحاء البلاد، منهم ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر، حيث بدأت المظاهرات انطلاقا من ساحة الجمهورية وصولا إلى ساحة الأمة في باريس. وكانت النقابات قد حققت الثلاثاء الماضي مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح، إذ بلغ عدد المتظاهرين 1,200,000 شخص بحسب وزارة الداخلية، وأكثر من 3 ملايين وفقا للنقابات. ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، قاذفا الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة من فوهته. وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور. وأظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيونية منازل وطرق مقطعة بالرماد في قرية قريبة من البركان. وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى 3000 متر فوق القمة، ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الانفجار. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يجري المقابلة الرابعة مع وسائل الإعلام.
أهل بتروليون في قطر والسعودية ومصر يحتفلون بالثامن من مارس. تنمية محتوى بنك الدم الوطني في الإقليم الأوسط. المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تؤجل الاستفتاء على الدستور. قتلى وجرحى في انفجار داخل مركز ثقافي في شمال أفغانستان. جولة سابعة من الاحتجاجات في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد. حتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.